النهاردة هحكي ليكم جزء من قصة الإنسان الوحيد اللي اختاره سيدنا آدم عشان يديله 40 سنة من عمره. هو أول إنسان يكلم الطير في السماء، إنسان ربنا سخر له الحديد كان بيشكله كأنه صلصال بالظبط، الإنسان اللي اتجمعت في جنازته الطيور عشان تحمي الناس من حرارة الشمس. هو سيدنا داوود عليه السلام. سيدنا داوود كان حاكم ونبي، والجانب ده كان قاضي بيحكم بين الناس. مجرد ما الناس تدخل تنام يرتاح ساعتين وبعدين يصحى عشان يقيم الليل، لدرجة إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بيه في الصيام وقال: أحب الصيام إلى الله صيام داود. كان سيدنا داود عليه السلام يصوم يوم ويفطر يوم، وربنا أنزل على سيدنا داود كتاب خاص بيه اسمه الزبور، وده غير التوراة والإنجيل والقرآن الكريم اللي فيهم أحكام، يعني تعمل إيه وما تعملش إيه، ده حلال وده حرام. أما الزبور كان عبارة عن حكم ومواعظ لتربية النفوس والعقول، وكان سيدنا داود بيتغنى بالأحكام والمواعظ لدرجة إنه كان بيتفنن في تلاوتها، تلاها ب70 طريقة مختلفة، لدرجة إن الجبال ومن حلاوة صوته كانت بتسبح معاه. قال الله تعالى: إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. مش بس كده، ده بجانب صوت سيدنا داود الحلو ربنا وهبه العقل والحكمة عشان يستخدمهم في الحكم بين الناس. قال الله تعالى: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. في يوم دخل على سيدنا داود 2 من بني إسرائيل عندهم مشكلة وعايزين يحكم ما بينهم. واحد منه قال له: أنا عندي نعجة والراجل ده سرقها مني. فرد سيدنا داود وقال للراجل التاني: انت ايه ردك على الكلام ده؟ قال له: انا ما سرقتش حاجة، انا بريء. وبما ان المدعي ما عندوش دليل ان الشخص التاني سرق منه حاجة، فسيدنا داود اجل الحكم لتاني يوم. وبالليل سيدنا داود صلى قيام الليل ودعا ربنا انه يهديه للعدل، فنزل عليه الوحي بمفاجأة. ربنا امر سيدنا داود بقتل المدعي، يعني ربنا امر سيدنا داود بانه يقتل الراجل اللي نعجته اتسرقت. طبعا سيدنا داود استغرب، اصل اقتله ليه؟ ده حتى جريمة السرقة عمر ما كان عقابها القتل، ولكن عشان ده امر ربنا فلازم يتنفذ. وفعلا تاني يوم وخلال جلسة الحكم حكم سيدنا داود على الراجل بالاعدام. طبعا الراجل كان هيتجنن وكل الناس اتصدموا، وخلاص الحكم هيتنفذ. الراجل فضل يعيط لحد لما قال ان اعدامه النهارده عقاب ليه على قتله لابو الراجل اللي سرق نعجته، يعني الراجل اللي اتسرقت نعجته كان قاتل ابو الراجل اللي سرقها. سيدنا داود ربنا ألان له الحديد يشكله زي الصلصال، وكمان ربنا وهبه القدرة على تطوير الدروع. الدرع الحرب زمان كان عبارة عن كتلة حديد واحدة، وكانت تقيلة جدا ومتعبة جدا للجندي اللي بيحارب، لحد لما جه سيدنا داود واخترع درع جديد مكون من حلقات صغيرة متصلة ببعضها، والحلقات ليها مقاس معين لا يزيد ولا يقل، بحيث تكون قوية فتحمي الجندي من ضربات السيوف، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ما تتعبش الجندي اللي بيحارب. وبجانب ده سيدنا داود عليه السلام كان غيور جدا على أهل بيته، كان يوقف الحراس على باب بيته من خوفه إن حد يقتحمه على أهل بيته، لحد لما في يوم زوجة سيدنا داوود اتفاجئت براجل واقف في نص البيت بالظبط، وطبعا اترعبت وبسرعة بعتوا يجيبوا سيدنا داوود. ولما وصل سيدنا داوود بيته سأله: أنت مين ودخلت هنا إزاي؟ فرد عليه الراجل الغريب وقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فيدي سيدنا داوود وقال له: أنت والله إذا ملك الموت، أهلا بأمر الله. مات سيدنا داوود وعمره 100 سنة، وده بالرغم إن عمره الأساسي 60 سنة بس، وده كان بسبب إن لما عرض ربنا على سيدنا آدم عليه السلام ذريته وبص على أهل الجنة منهم، فشاف ما بين عيون كل واحد فيهم نور، إلا إن في واحد ما بين ذريته لفت انتباهه أكتر، لأن النور اللي بين عينيه كان أكبر وأشد. فسأل ربنا: مين ده يا رب؟ فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى وقال له: ده واحد من ذريتك اسمه داوود. فسأله سيدنا آدم: وكم جعلت عمره؟ فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى وقال له: 60 سنة. فقال سيدنا آدم: رب زده من عمر 40 سنة، وبكده بقى عمر سيدنا داود 100 سنة. أما جنازة سيدنا داود عليه السلام فكان مشهدها مهيب، كان ماشي في جنازته الآلاف من بني إسرائيل، لدرجة إن من شدة ازدحامهم ولهيب الشمس وحر الصحراء طلبوا من سيدنا سليمان ابن سيدنا داود إنه يكلم الطيور تحجب عنهم الشمس فيقدروا يكملوا الجنازة تحت ظلهم. وفعلا سيدنا داود كان علم ابنه سيدنا سليمان ازاي يكلم الطيور، وفعلا جت الطيور من كل مكان وعملت بجناحاتها مظلة كبيرة جدا حجبت أشعة الشمس تماما. ولكن بسبب ازدحام الناس في الجنازة وسبب الطيور اللي حجبت أشعة الشمس والهواء مع بعض، بدأت الناس تتخنق من قلة الهواء، فطلبوا من سيدنا سليمان انه يتكلم مع الطيور تاني علشان يخفوا شوية ويقدروا يتنفسوا، فتحصل المعجزة. الطيور نفذت أمر سيدنا سليمان، والعجيب إنها نفذته بشكل مختلف. الطيور طارت بجناح واحد وقفلت جناحها التاني، فبدأ يدخل الهواء من نفس مكان الجناح اللي اتقفل، وقدر الناس يتنفسوا بسهولة، وفي نفس الوقت يكملوا طريقهم في الجنازة تحت مظلة الطيور اللي بتحميهم من الشمس. رحم الله سيدنا داود اللي علمنا ازاي نقيم الليل ونصوم خير الصيام، وان احنا لما نكون عاوزين حاجة ندعي ربنا بانه يهدينا للصح، وعلمنا ازاي نعمل كذا حاجة ونوازن ما بينها وناكل من عرق جبيننا وشغلنا، وان لما نغلط نرجع على طول ربنا ونستغفره وربنا يتقبل توبتنا بإذن الله. ربنا يجمعنا بسيدنا داود هو وكل الأنبياء والرسل في الجنة، اللهم آمين.